وحشتوني. من أهم الموضوعات اللي اتسألت عليها إزاي أتخطى الجرح العاطفي أو الأزمات العاطفية. الجرح العاطفي مش حاجة سهلة أبدا، ومش بيتقاس بمدته ولا بنوع العلاقة، بس بيتقاس بقد إيه الشخص ده كان صادق، وقد إيه كان مستثمر قلبه ومشاعره معاك. عشان كده ناس كتير بتستغرب أنا ليه مش عارف أتخطى. الإجابة ببساطة لأنك كنت حقيقي. خلينا نفهم الموضوع بشكل أفضل من كده. يعني إيه جرح عاطفي؟ هو أي ألم نفسي ناتج عن علاقة انفصال، خيانة، رفض، فقدان، أو حتى تجاهل مستمر. المشكلة مش بس في الحدث، المشكلة في المعنى اللي انت ربطته بيه. أنا مش كفاية، أنا مش متحب كفاية، كل الناس بتسيبني. وهنا بيبدأ الجرح يتحول من موقف لهوية، هوية خاصة بيك انت. طب ليه الجرح العاطفي دايما بيكون تقيل؟ لأن المخ بيتعامل معاه كأنه تهديد حقيقي، زي الألم الجسدي بالظبط. بيكسر صورة الأمان اللي جواك، بيضرب ثقتك في نفسك، في الناس. عشان كده التخطي مش قرار، دي رحلة شفاء خاصة بيك انت. طب ايه هي مراحل تخطي الجرح العاطفي؟ مش شرط تمشي بالترتيب اللي هنقولك، ولكن هتلاقي نفسك بتتحول من نقطة للتانية. رقم واحد الصدمة والإنكار، انت مش مصدق اللي حصل. رقم اتنين الغضب، ازاي هو يعمل كده، ازاي الشخص ده يطلع منه كده. رقم تلاتة الحزن العميق، وهنا بيبدأ أصعب جرح. رقم أربعة الفهم والاستيعاب، هتبدأ تشوف الصورة بشكل أوضح ليك. رقم خمسة التقبل والتخطي، مش نسيان أبدا، ولكن سلام داخلي مع نفسك. في أخطاء بنعملها بتطول مدة الألم وما بنقدرش نتعافى بسهولة، زي كتمان المشاعر. وده ان انا اتابع الشخص على السوشيال ميديا واقعد اتابعه واشوف هو بينزل ايه، اقعد الوم نفسي طول الوقت، ادخل في علاقة جديدة، وده طريق للهروب وشيء صعب جدا. وفي كمان ان انا امثل ان انا قوي، او امثل ان انا مكسور. طب قوليلنا ازاي نتخطى بجد العلاقة المؤذية او الانفصال او العلاقة اللي كنت فيها، اتخطاها ازاي بجد؟ رقم واحد اسمح لنفسك تحس. مفيش حاجة اسمها أنا لازم أبقى قوي. القوة الحقيقية في إن أنت تقول أنا موجوع وتعترف بوجعك، وادي الألم مدته. رقم اتنين افصل ما بين الحدث وقيمتك. اللي حصل مش تعريف ليك، مش معنى إن حد سابك إن أنت مش كفاية أو ملكش وجود. رقم تلاتة اقطع مصادر الاستنزاف. لو في حاجة بتفكرك بيه طول الوقت لازم تبعد عنها نهائيا أو تتجاهله نهائيا. رقم أربعة ارجع لنفسك، اسأل أنا كنت مستني إيه من العلاقة دي، وإيه اللي كنت بقدمه وما خدتوش. ودي بداية إعادة بناء نفسك. رقم خمسة اهتم بجسمك قبل نفسيتك. الغريب ان النوم والاكل والحركة بيفرقوا جدا في حالتك النفسية. رقم ستة اتكلم مع حد يكون آمن، مش أي حد هيقدر يسمعك بدون ما يحكم عليك. رقم سبعة ادي لنفسك وقت، مفيش مدة ثابتة للشفاء. اللي بيقولك انسى بسرعة ده مش فاهم. طب هل ممكن نطلع أقوى من أي صدمة عاطفية أو أي تخيل عاطفي؟ أيوة ممكن نطلع. الجرح ممكن يكسرنا، ممكن يعيد تشكيلنا. الفرق أنا هواجهه إزاي، وقدرتي على مواجهة الجرح ده، وقدرتي على تخطي الصدمة والأزمة العاطفية اللي أنا فيها. طب قولي لنا إيه هي العلامات إن أنا بدأت أتخطى وأرجع لحياتي الطبيعية؟ بفكر من غير وجع، بطلت ألوم نفسي، شفت الصورة كاملة وواضحة، رجعت أحس إن أنا مهم وإن ليا وجود. خلاصتنا النهاردة، تخطي الجرح العاطفي مش معناه تنسى ولا إن أنت تبقى زي الأول، هو معناه إن أنت تبقى نسخة أهدى وأوعى وقوية من جواك. في النهاية الجرح العاطفي مش نهاية الطريق، حتى لو حسسك ان انت وقفت خلاص. الحقيقة ان كل وجع مرينا بيه كان بيكسر جزء مننا، ولكن كان بيكشف جزء اقوى واحلى. انت مش نفس الشخص اللي اتوجع، انت الشخص اللي استحمل
وفهم وبدأ يعيد نفسه من جديد. الخسارة بتبقى كبيرة والذكريات بتفضل توجعنا، بس اللي لازم تعرفه إن اللي يقدر يحب بصدق هيفضل يحب بصدق طول عمره، واللي قدر يحب بصدق وإخلاص هيقدر يتعافى بعمق أكبر بكتير. مش كل اللي اتكسر فيك لازم يتصلح، في حاجات بتتغير عشان تبقى أنضج وأهدى وأوعى. وفي يوم من الأيام هتبص وراك وهتكتشف إن أنت مش بس عديت، أنت نجيت وكبرت وبقيت أقرب لنفسك الحقيقية. فالجرح عمره ما كان نهاية، ده أحيانا بيكون بداية إن أنت ترجع لنفسك وتشوفها بطريقة أفضل وأحلى وأصح. ودمتم سالمين.